اهلا بكل متابعين القناه الاعزاء، معاكم انا اخوكم عادل وبالي. جولتنا النهارده عن شاطئ السرايا. شاطئ السرايا في سيدي بشر حديث المصيف السنه دي النهارده 2/9/2021. ليه شاطئ السرايا عامل ضجه في اسكندريه السنه دي؟ الشاطئ ميته جميله، القعده فيه حلوه، رسوم الدخول الفرد الواحد ب5 جنيه شامل كرسي وشمسيه وترابيزه، والخدمه جوه مجانا، وفي مكان اللي انت تتمشى فيه او تلعب انت واولادك داخل الشاطئ. لكن في البدايه احب اعرفكم فين شاطئ السرايا في اسكندريه. شاطئ السرايا في اسكندريه ما بين هو في منطقه سيدي بشر، ما بين فندق المحروسه، لو حضرتك تعرف فندق المحروسه، وما بين شارع محمد نجيب اللي على قمته شاطئ ابو هيف. يعني شاطئ السرايا ما بين ابو هيف القديم وما بين فندق المحروسه او كافيهات السرايا في منطقه سيدي بشر. زي ما انتم شايفين كده الزحمه دي على بوابه شاطئ السرايا. هو بوابه الشاطئ ليها باب كده، وعلى الباب في يافطه مكتوب فيها لما الشاطئ يبقى ممتلئ من جوه بتلاقي مكتوب على اليافطه الشاطئ ممتلئ، نرجو الانتظار. احنا فين كده؟ احنا كده في وشنا دي عماير الضباط وفندق المحروسه ومنطقه لوران وسان ستيفانو. في ظهري محمد نجيب، ابو هيف، سيدي بشر، نادي السيارات، بير مسعود، ميامي. على يميني كده بوابة شاطئ السرايا. احنا حاليا في منطقة سيدي بشر، وشاطئ السرايا في منطقة سيدي بشر. دي بوابة شاطئ السرايا. زي ما قلت لكم احنا حاليا في نهاية الصيف. الاعداد قلت، ضيوف اسكندرية 3/4 وصلوا محافظتهم بالسلامة. احنا كده بالكاميرا امام بوابه الشاطئ، ودي حاجه جديده السنه دي، يكون في بوابه زي باب الشقه او باب البيت كده، وزي ما شايفين مكتوبه على البوابه الشاطئ ممتلئ يرجى الانتظار. لما يكون الشاطئ جوه زحمه بيبقى في انتظار، الناس تخرج ناس تدخل. بس احنا النهارده 2/9/2021، الدنيا مش زحمه زي بدايه الصيف او منتصف الصيف. انا بنصحك لو انت عاوز تنزل تصيف دلوقتي، الاجواء حلوه، الاجواء يعني مش فاضيه قوي، بس مش زي منتصف الصيف يعني. خلاص احنا في نهايه الصيف، كل سنه وانتم طيبين. عاوزين تنزلوا معانا، احنا بننزلوا بعد شهر 10 بتبقى الدنيا فاضيه خالص. عايزين تيجوا دلوقتي، انا برشح لكم شاطئ السرايا. دخول لفرد ب5 جنيه شامله ترابيزه وكرسي وشمسيه، والخدمه جوه ببلاش. احنا كده بالكاميرا داخل شاطئ السرايا. على يمين شاطئ السرايا في شاطئ ابو هيف القديم وادوار اسحاق، على الشمال فندق المحروسه ولوران ثروت سان ستيفانو. كمان في على اليمين شارع محمد نجيب وميدان محمد نجيب. يا ريت لو انت اول مره او حضرتك اول مره تتابع القناه، يا ريت تشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزلوه. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو، اللايك بيساعدني كتير على نشر الفيديو، فيا ريت ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو. ممكن حد من المتابعين الاعزاء يقول لي طب ما في شواطئ مجانيه السنه دي ليه ما قلتش عليها؟ لا، الشاطئ الوحيد المجاني في المنظره شاطئ السرايا، اجمل منه وانضف منه. شاطئ السرايا اولا البلاج بتاعه واسع، في متنفس للاطفال تلعب، تجري، تتمشى انت وقرايبك، في شمس جميله جدا مكشوفه، البحر نضيف، الصداد عامل حاجز ليه لو في اي رواسب او اي اكياس او اي حاجه في الميه، صداد الموج بيحجزها. في ميزه كمان لشاطئ السرايا اللي هو قريب من منطقه ميامي، من خالد بن وليد، من مركز المصيفين في اسكندريه، منطقه ميامي، بير مسعود، خالد بن وليد، اسكندر ابراهيم 45. شاطئ السرايا قريب منهم. وكمان منطقة محمد نجيب منطقة خدمية فيها كل حاجة ممكن تحتاجوها من أكل وشرب وفاكهة وخضار، منطقة حيوية. كمان في ميزه في شاطئ السرايا ان الخدمه مجانيه، يعني ممكن تخش الحمام ببلاش من غير فلوس، تاخد دش من غير فلوس، تغير ملابسك من غير فلوس. كان زمان في المصيف كل حاجه بفلوس، تغير ملابسك، تاخد دش، تملى ميه، تعمل اي حاجه كانت بفلوس. السنه دي في شاطئ السرايا كله مجانا.
السنة دي الصيف كان صيف استثنائي طبعا، كان في ظروف استثنائية مرت بها البلاد بسبب فيروس كورونا، فكان الناس او المصيفين بقالهم كتير ما نزلوش اسكندرية، ما نزلوش البحر. بالنسبة لأسعار الشواطئ السنة دي 2021 تتراوح ما بين 5 جنيه ل 25 جنيه طبعا، غير شاطئ المندرة المجاني. طبعا في شواطئ عامة ب 5 جنيه زي شاطئ السرايا، زي شاطئ جليم، الشواطئ دي ب 5 جنيه. شواطئ 25 اللي هي الشواطئ السياحية زي المندرة، زي البروفاج، زي ستانلي، كل الشواطئ دي ب 25 جنيه. لكن المنتزه السنه دي البحر مش شغال غير شاطئ فندق فلسطيني نزلاء الفندق، ومعموره الشاطئ ب 30 جنيه، الشاطئ العام ب 100 جنيه الشاطئ الخاص. الشاطئ العام يوم الجمعه والسبت في الاجازات الرسميه ب 50 جنيه. ابو قير ببلاش. طبعا في شواطئ خاصه تانية ب 100 جنيه زي شاطئ فندق الورده في العصافره، وفندق الشاطئ الخاص في المعمورة الشاطئ ب 100 جنيه. السنة دي اسكندرية استقبلت أعداد مهولة، ضيوفنا على دماغنا من فوق، شرفونا في أي وقت. اسكندرية بترحب بكل المحافظات، بكل ضيوفنا من كل محافظة في اسكندرية وخارج مصر كمان. زي ما انتم شايفين ان المصيفين واقفين امام الشاطئ، شاطئ السرايا، منتظرين اسر تطلع وهم يدخلوا. غالبا الخروج بيبقى بعد العصر كتير. احنا كده في نهاية جولتنا الخفيفة كده على السريع، اديناكم فكرة ايه هو حديث اسكندرية السنة دي في المصيف شاطئ السرايا، دخوله بكام، تدخلوا ازاي. يا رب تكونوا توفقتوا في ايصال لو معلومة واحدة صحيحة رسمنا على وجوهكم البسمة. ما تنسوناش في لايك من اسفل الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة.